شات جي بي تي، ازيك؟ عامل ايه؟ كنت عايزك كده في موضوع لو وقتك يسمح يعني. اهلا يا محمد، انا بخير. انت عامل ايه؟ كلمني وقول لي ايه الموضوع اللي عايز تتكلم فيه. انا معاك. انا لسه مبتدئ في البرمجه، ويعني بقول يا هادي ومش عارف ايه اي حاجه في اي حاجه، ورحت ببحث عن كيفيه تعلم البرمجه في عصر الذكاء الاصطناعي، ولقيت كله بيقول لي ما تتعلمش برمجه، السي ام اس موجود والحاجات اللي انت فاهمها دي، وان الذكاء الاصطناعي هيستبدل المبرمجين. فبصراحه كده انا خايف، وكنت عايز اسالك انت ايه رايك في الموضوع ده؟ هل الذكاء الاصطناعي فعلا هيستبدل المبرمجين؟ وبقول لك ايه، مش عايزك تجاملني، عايزك تقول لي الحقيقه حتى لو صعب عليا وعلى نفسيتي، هتقبلها والله. بص يا محمد، خليني اكون صريح معاك. الذكاء الاصطناعي صحيح بقى بيلعب دور كبير جدا في مجالات كتير، وبيسهل كتير من المهام الروتينية، لكن ده مش معناه انه هيستبدل المبرمجين تماما. اللي بيحصل فعليا ان الذكاء الاصطناعي بيغير طبيعة الشغل بتاع المبرمج، لكن ما يلغيهوش. يعني بدل ما تركز. مش محتاجين نسمع اكتر من كده بصراحه. تابع الفيديو. طيب، وبما ان الموضوع كده فكان لازم اقول لكم وجهة نظري، ومن عارف مش يمكن اكون السبب في تغيير حاجات كتير في مفهومك لادوات الذكاء الاصطناعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا محمد مصطفى، مبرمج مصري مقيم في السعودية، وبحب اشارك معاكم خبراتي وافكاري في عالم البرمجة والتكنولوجيا. فلو مهتم بكل الحاجات دي ممكن تعمل لايك او اشتراك ومتابعة، وتسألني في الكومنتات علشان افيدك واكسب ثواب. ويلا نبدأ الفيديو. استنى، رايح فين؟ صلي على النبي الاول. وزي ما سمعتوا كده قولا واحدا، مفيش حاجة اسمها ان الذكاء الاصطناعي هيستبدل المبرمجين. لحد الان مين عارف المستقبل فيه ايه؟ لا 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 لا، استنوا، بهزر على الاقل يعني 10 15 20 سنه لقدام. بس في سؤال مهم جدا لازم نساله لنفسنا، هل فعلا هنخسر شغلنا بسبب الذكاء الاصطناعي؟ قولا واحدا، ايوه بالظبط. اي واحد فينا مهدد انه يخسر شغله بسبب الذكاء الاصطناعي. والسؤال ده مش بس بيجي على بال الناس اللي شغاله في اي مجال، لا 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 لا، ده السؤال ده بيطارد بالاخص الناس اللي شغالين في مجالات ليها علاقه بالبرمجه، او معظم الناس اللي بتتفرج دلوقتي ان لم يكن كلهم طبعا. انا بقول لكم ما تخافوش، استنوا. الذكاء الاصطناعي مش معمول علشان يستبدلك او يحل محلك، الذكاء الاصطناعي معمول علشان يساعدك. بس الفرق الجوهري يا صديقي العزيز ان في ناس هتستخدمه وتزود من سرعتها وانتاجيتها وكفاءتها في الشغل، وفي ناس تانية ودول مش عايزين نكون منهم، والناس دي هي اللي هتتفرج عليه وهو بيعدي وبيتطور وبينزل له تحديثات باستمرار علشان يكون فعال اكتر وبيدي نتائج خرافيه للناس اللي بتعرف تستخدمه. وعايز اقول لكم ان زي ما في ناس بتخاف حاليا من الاي اي، زمان برضو كان في ناس بتخاف من الانترنت والكمبيوتر والموبايلات والثلاجات والغسالات قبلها. والله زي ما بقول لكم كده. وده ان دل على شيء فانما يدل على ان كل مرحله بنعيشها فيها ناس بتتطور وناس بتستبدل، بكسر الباء وبضم التاء الاولانيه. معلش، بحب اركز في التفاصيل والديتيلز دي. وعلشان تكون من الناس اللي بتتطور باستمرار لازم تتعلم تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي لصالحك وتخليها تساعدك. هتقول لي ازاي يا ابو حميد الكلام ده؟ هقول لك خليها تساعدك انك تذاكر اسرع وتشتغل بكفاءه اعلى، وده هيوفر عليك وقت كبير جدا، وهتخليك تركز اكتر في عمليه الابداع والبيزنس بتاعك مش الحاجات التكراريه. انا زمان من 6 سنين كده ولا حاجه كنت بذاكر سواء للكليه او الانجليزي او البرمجه بالساعات حرفيا، وما كانش في ساعتها التطور اللي فيه الاي اي حاليا. والمشكله ساعتها ان ما كنتش بفهم بسرعه، وكنت ببحث كتير وباخد وقت لما الاقي المعلومه، ده غير كمان طريقه تسجيل المعلومه وانك ترجع لها بعد كده. بصوا، صداع رهيب مفيش كلام. بس دلوقتي لا، الوضع اختلف تماما. يعني المعلومه او البحث او الكورس اللي كان بياخد مني زمان وقت كتير جدا، مش هكون ببالغ لو قلت لك انه قلل النص حرفيا. ايوه زي ما سمعت كده. يعني لو كورس 30 ساعه، ممكن مع الاي اي تول زي شات جي بي تي الوقت يقل ل 15 ساعه. يعني انا مثلا حاليا لما اعطل او اقف في نقطه مش فاهمها، مش بضيع وقت الف في جوجل ومصادر كتير ومواقع اكتر بتتكلم عن نفس الحاجه، فبساله وباخد شرح بسيط مع امثله كمان علشان اشرب الموضوع حرفيا. وفي حاجه تانية اجمد من كده بكتير، لما افتح كورس على اليوتيوب في ادوات بتعمل زي تلخيص او سمري للفيديو، وبناء على ده ممكن احدد ان اختار اكمل في الفيديو او الكورس ده ولا لا. يعني انا كده وفرت وقت وعرفت هل الكورس ده فيه المعلومات اللي انا عايزها ولا لا. صدقني الذكاء الاصطناعي مش بس بيختصر عليك الوقت، ده بيختصر عليك ايام وشهور من العشوائيه واللف والدوران علشان توصل للي انت عايزه. فانا حاليا بستخدمه في تنظيم الكورسات والمذاكره والمحتوى وشغلي عامه، سواء في الكود او البيزنس والمشاريع الجانبيه كمان. حرفيا الاي اي بقى زميلي في كتابه الكود، وهقول لك ازاي. انا كمبرمج كان بيضيع مني وقت كبير جدا في حاجتين، ودول من اهم الحاجات اللي فعلا ممكن تخلي اي مبرمج يخرج عن شعوره، مع ان انا
لا طبعا، لان بحس بمتعه وبكون متحمس في التحديات اللي بقابلها. بس خلينا نتكلم من وجهه نظر البيزنس وسوق العمل، لانه مش مهم تكون مبسوط او مستمتع او متحمس باي حاجه انت بتشتغل عليها، المهم انك تكون سريع. وخلينا برضو نكون متفقين ان احنا في عصر السرعه، والاي اي تولز جت علشان تسرع من عمليه بناء التطبيقات. ولو سالت اي مبرمج ايه اكتر حاجه بتنغص عليك عيشتك وبتخليك تكلم نفسك كل يوم، اسمحوا لي انا كمبرمج يعني ارد اقول لك والله التكرار، زي ان اكتب كل حاجه من الصفر دايما، وكمان الايرورز او الاخطاء البرمجيه او البجز اللي موجوده في اي تطبيق وما بتخلصش. دول اهم مشكلتين في عمليه كتابه الكود. بس دلوقتي انا مش لوحدي في الرحله دي، معايا زميل جديد وهو عباره عن باكج كامل وهو الاي اي تولز. واسمحوا لي يعني نصحح المفاهيم دي من دلوقتي. الاي اي كلمه عامه جدا، وعلشان نضع حد للمهزله والترندات اللي بتحصل دلوقتي، الذكاء الاصطناعي مش عارف ايه وهيعمل ايه وهيستبدل مين وهيقعدكم في البيت زي ما حصل زمان معايا وانا بتعلم البرمجه لما ظهر الورد بريس. طبيعي اي حد يسمع كده يتخض ويقلق. فخلينا بعد كده لما نتكلم نقول الاي اي تول. وانا بحكم شغلي كمبرمج ورائد اعمال، ايوه انا رائد اعمال ما تستغربش، وهشارك معاكم ان شاء الله تفاصيل اكتر قريب. المهم انا بستخدم معظم الادوات الموجوده في السوق زي شات جي بي تي وكارزر وكلود وكوبايلوت وغيرها، سواء مجانيه او مدفوعه. وكل واحده من الادوات دي بيكون لها الكونتكست بتاعها او النشاط اللي هي مميزه فيه، سواء بتساعدك في اي حاجه زي شات جي بي تي او متخصصه اكتر في الكود زي كوبايلوت. يعني انا مثلا في البيزنس والمحتوى بستخدم شات جي بي تي وجيميناي، وفي الكود بلاك بوكس وكوبايلوت وكارزر، وفي اكتر طبعا، بس كل واحد منهم كويس في حته معينه. يعني مثلا في في اس كود التكست اديتور اللي بكتب فيه الكود، لما ببدا اكتب فانكشن معينه كوبايلوت بيقترح لي التكمله بناء على سياق الكود المكتوب في الفايل او الهيستوري اللي عنده، وبمجرد ما اضغط تاب بيكمل لي وبيبدا يقترح اكتر. ده غير كمان لو في سينتاكس ايرور او لوجيك ايرور ممكن اقول له يفكس السطر او سكوب معين، وده بيوفر عليا وقت كتير جدا في عمليه البحث وتتبع الاخطاء وعمليه الديباجنج كمان. بس الحلو ما بيكملش يا صديقي، النقطه دي مهمه جدا ان لم تكن الاهم على الاطلاق، واعتقد مش هتلاقيها في مكان تاني غير لو كنت في سوق العمل وليك اختلاط بناس تقيله في المجال. الذكاء الاصطناعي غبي، او زي ما اتفقنا نقول عليه الاي اي تولز، يبقى نقول الاي اي تولز غبيه. هتقول ازاي وانا بكتب لها وبقول لها اي حاجه بتجاوبني؟ ومش بس كده، دي بتديني نتيجه مرضيه الى حد ما، ان لم تكن هي النتيجه اللي انت متوقعها وعايزها بالظبط. هقول لك الاجابه في الجمله اللي انا قلتها لك دلوقتي، بكتب لها او بقول لها بالظبط. هو ده المفتاح او الزتونه لو انت بتتابعني من مصر، او الزبده زي ما التيم ليد بتاعي بيقول لي لو انت بتتابعني من الخليج يعني. وصلوا على النبي كده الاول. انا كمبرمج ورائد اعمال زي ما قلت لكم جربت معظم الادوات دي، سواء في تلخيص، في كتابه كود، حل اخطاء برمجيه، او تحسين لغتي في الانجليزي. هتصدقني لو قلت لك ان ولا اداه منهم كانت هتفيدني لو انا نفسي مش فاهم انا عايز ايه بالظبط؟ بمعنى اصح، هل انت بتعرف تشرح المشكله او بتعرف تشرح اللي بيدور في دماغك بطريقه تخلي المتلقي يبحث في الذاكره او الداتا اللي عنده علشان يرد عليك باللي انت متوقعه او النتيجه اللي ترضي سعادتك؟ لو ما فهمتش الحته دي راجعها تاني وتالت وعاشر. ها رجعتها؟ ماشي يا عم براحتك. وهي دي الاي اي تولز. اي 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 تولز مبنيه على حاجه اسمها ال ال ام، هي اختصار لحاجه اسمها لارج لانجويج موديل، زي جي بي تي كده، ال ال ام الخاص بشات جي بي تي، وغيرها طبعا من الادوات ليها ال ال ام بتاعتها. وحاليا في 3 انواع بس من ال ال ام الموجوده في السوق، والفرق بينهم بسيط جدا. اللي هنتكلم عليه وهو الانكودر ديكودر زي جي بي تي، واللي هو عباره عن ديكودر. وشات جي بي تي بياخد منك البرومبت اللي انت كتبته وبيبدا في سلسله من الخطوات علشان يفك تشفير الجمل اللي انت اديتها له، وبيركز على كل كلمه ويشوف علاقتها ايه بباقي الكلمات علشان يعرف ايه المهم وايه اللي بيتكرر وايه اللي انت بتاكد عليه. وبناء على ده بيبدا يتوقع الكلمه اللي المفروض يرد بيها عليه. وحط تحت كلمه يتوقع دي مليون خط، لانه بيتوقع الكلمه واللي بعدها وهكذا من الداتا اللي عنده لحد ما يبدا يديلك النتيجه اللي هو توقعها في جمله كامله. وانا ليه قلت لك كده اصلا؟ لان كل ما كان البرومبت او الكونتكست بتاعك كبير مثلا او مش مفهوم او مكتوب بطريقه عشوائيه، دايما هيديلك نتائج مش مفهومه وهيسوحك حرفيا. وعلشان كده ما ينفعش تستخدمه من غير ما تراجع كل حاجه بيديها لك، خاصه لو انت شغال في مشروع برودكشن. الشاهد هنا انه بيكون ذكي. لا 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 لا، ما ينفعش نقول ذكي، خلينا نقول انه بيديلك نتائج
نتائج لحد ما صحيحه بناء على البرومبت او الكونتكست بتاعك، وده المهم. تعقيبا بس على كلامي في النقطه دي يا شباب، ممكن تتفرجوا على الفيديو اللي الباشمهندس مازن اللي هو القناه بتاعته او الشانل بتاعته اسمها مازن كندا على اليوتيوب. ممكن تتفرجوا على الفيديو ده اللي هحط لكم الساب نيل بتاعته في الفيديو عندي، وادخلوا هناك وهو بيجرب تجربه عمليه مع مانوس اللي طلع بروباجندا جامده عنه، وان هو اي اول اي ايجنت والحاجات دي كلها علاقه بالمبرمجين او الكودرز والسوفت وير انجينيرنج يعني عامه. فهتعرفوا ساعتها النقطه اللي انا اقصدها، اللي هو كل ما الكونتكست او كل ما الهيستوري يزيد خلاص بح بيخسع منك، فلازم تديله يعني انتوا عارفين السوفت وير انجينيرنج اصلا، يعني احنا عندنا بتبقى المشكله كبيره، اي حاجه عندنا بتبقى عباره عن مشكله، وعلى حسب حجم المشكله دي بنحاول بعد كده نقسم المشكله دي لاجزاء وهكذا. فانت في تعاملك مع اي تولز مثلا بتتعامل معاها كود، بتتعامل معاها مثلا بتكتب لك كونتنت، بتعمل لك تصميم، الحاجات اللي هي المهارات اللي احنا بنستخدم فيها الاي تولز سواء ايا كانت الشغلانه بتاعتك. فحاول على قد ما تقدر تقسم حاجه اللي انت هتعملها في اي، يعني ما تدلوش ستوري كبيره جدا، لا قسم الستوري بتاعتك، اعمل لها برين ستورم كده وخد كل جزء او فكره اشتغل عليها لوحديها. بعد كده ابدا بقى انت زي مكعبات البازل كده تجمعهم مع بعض علشان تطلع باقصى استفاده ممكنه من الاي تولز دي. وكل الشكر والتقدير للباشمهندس مازن طبعا، من الشخصيات اللي انا يعني بتابعها ومبسوط بيها ومتابعه من زمان جدا، من اول ما بدأ ينزل محتوى. نرجع بقى ونكمل الفيديو يلا. ولو لسه يا صديقي بتشتغل بالطريقه التقليديه زي انك بتقضي حياتك في البحث والتدوير الكتير واللف هنا وهناك والتكرارات اللي ملهاش لازمه، يبقى انت كده بتضيع وقتك، وفي ناس هتسبقك او ممكن تكون سبقتك بالفعل. انا مش هكون ببالغ لو قلت لك ان الاي تولز الموجوده حاليا بتوفر عليك وقت كبير جدا، ممكن تخليك تشتغل اسرع وبكفاءه ناس معاهم سنوات من الخبره. ليه بقول لك كده؟ لانه ما بقاش اداه خلاص، ده بقى جزء لا يتجزأ من يومك. بتذاكر، بتكتب كود، عندك فكره محتاج تتناقش فيها، او عايز حد يشرح لك او يفهمك حاجه معينه، فالاي تولز موجوده علشان تساعدك. احكي لك موقف حصل معايا في شغلي. كان مطلوب مني ان اتعامل مع لوكال سيرفر، حاجه كده هستخدم فيها شويه ديف اوبس زي CI/CD والتعامل مع IIS الخاص بالويندوز والتعامل مع انجينكس علشان اعمل ديبلوي للموقع. طب هل انا البوزيشن بتاعي كفرونت اند او ويب ديفلوبر ممكن يخليني اقول لا ده مش من اختصاصاتي او المسؤوليات بتاعتي؟ لا ابدا. كل ما يكون في حاجه جديده يعني تحدي جديد ومعلومات اكتر وخبره زياده وبتزود من قيمتك في السوق. فاستخدمت الاي تولز علشان اعمل التاسك دي بسرعه جدا وبكفاءه عاليه، وكمان اكتسبت خبره ازاي تتعامل مع سيرفر او كلاود حقيقي. الخلاصه يعني من تجربتي وخبرتي في سوق العمل واختلاطي مع الشركات وناس تقيله في المجال ونقاشات هنا وهناك، وطبعا بودكاست من ناس عظمه جدا 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 زي الباشمهندس محمد مشرف والمهندس حازم علي، المهندس اسامه الزيرو والمهندس علي شاهين والمهندس غريب الشيخ. ادخلوا يا جماعه اتفرجوا واسمعوا المعلومات اللي بيقولوها، اقسم لكم بالله بتختصر عليكم سنين، لان الناس دي في قلب المعمعه جوه كده في المطبخ زي ما قال المهندس حازم علي في بودكاست من البودكاستس الموجوده. فكل الشكر والتقدير والاحترام ليهم. وفي النهايه الرساله اللي عايز اختم بيها الفيديو بتاعي هي جمله واحده بس: الناس مش هتتبدل بالاي، الناس اللي بتعرف تستخدم الاي تولز هي اللي هتبدل او هتستبدل اللي ما بيعرفوش يستخدموا الاي تولز. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.